شكرا أحمد فؤاد. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، عشاق ومحبي كرة القدم الإفريقية، وبالتحديد مع مسابقة دوري أبطال إفريقيا تشامبيونز ليج الإفريقي للعام 2023 نسخة رقم 27 منذ داونز، اللي بيعتمد على القدرات الهجومية النهارده يركز في مباراة اليوم. علي ابو 20 لما انضم من المريخ يعني حامي عرين نادي الهلال، لكن تراجع الحقيقة الفترة الأخيرة، لكن نجح نادي الحقيقة الهلال في عقد صفقات أبرزها لانضمام الحارس الإيفواري، لكن لسه خبرته قليلة في الجنب الشمال. شوف النهارده الاعتماد على الجبهة، الانطلاقة، السرعة، المرور، السرعة أيضا فابريس انجوما الكاميرون، أسماء اللي شاركت مع منتخب المحلي لما بالكرة في منتصف ملعب 20 على مستوى المدربين الأجانب لدى نادي الهلال. على طول ترجع مرة ثانية، حلوة التسديدة القوية، لكن المرة دي سهلة في إيد ويليامز، سهلة في إيد ويليامز. لكن شوف محمد عبد الرحمن وشوف الأدوار اللي هنشوفها النهارده. إن شاء الله الهلال يستطيع يلعب في ملعبه في اللقاءات القادمة إن شاء الله في هذه المجموعة، لانه يعني استوفى الشروط واستوفى المتطلبات، ويعني عدل. طاهر هو اللي مكمل، يعملها حلوه قوي لكن قويه، اسم وتاريخ وقيمه نادي الهلال. خطير، لاعب من شيلي، خطره جدا، ولكن التغطيه الدفاعيه ممتازه. عبدول اجاجون، كره خطره جدا، كره كانت خطيره جدا اللي فاتت دي، كره كانت خطره جدا جدا للاعب مايلولا، يعني فرصه مايلولا لما شفنا القرار اللي يعني اعطاه ممكن يسدد، يلعبها العرضيه، راجل يلعب. بعض الناس طلبوا بان يدفع ضمانه عشان الهلال ضمن الثمانيه الكبار يصل لربع نهائي بنادي الهلال، ويرغب كذلك ايضا في جمع 10 نقاط، هو اللي قالهم بقى 10. معاه رقم 21 اللاعب الفريق. على طول كره في العمق، لكن اضافه كبيره بفدائيه حلوه. مفاجات اقول لحضراتكم ليه، لان كان في اسماء يتخطى مرحله المجموعات في ظل طول القائد مكوينة. الكرة العالية نكمل مرة، لكن راجل أمامنا متسلل، يا راجل متسلل مكابي لليبو أمامنا، هو القادم من فيتا كلوب، يعني تسلل فدان. هلا اللاعب الحركة من جانب سان داونز، مايما الخطير لكن من غير مساحات. مايما هل فيها تسلل أمامنا؟ هو ما فيش تسلل وما فيش فار، ويسجل الهدف الأول هنا اللاعب مايلولا. كرة قوية جدا ارتدت اللي فاتت دي، ويسجل مايلولا الهدف الأول. بقى لسه بنحكي، لسه بنقول يا أبو 20 لسه بنحكي وبنقول لازم تكون يعني أكثر واقعية وأكثر إجادة والإمكانيات. هو شريك الحقيقة في الخطأ، لكن ممكن لليبو، والكرة العرضية لليبو، وادي رأسية غربال، يا غربال بعيدة غربال، لكن هجمة حلوة وفرصة ضايعة أمامنا في الدقيقة 29. لكن شوف المساحات اللي ممكن يستغلها نادي الهلال أمام مصر 98 آخر مشاركة. يسجل اللاعب مايلولا هدف اللقاء الواحد 50 و63. كرة عرضية، التعادل. قصة كبيرة الحقيقة على مستوى البطولات ومستوى الألقاب، لكن الهلال فاز بآخر لقبين في الدوري من جانب الهلال، وكرة بقى طويلة عن القائد والنجم والكرة العرضية. لكن إيبنجي ثقة كبيرة جدا أمامنا، هو ضغط، وحكم اللقاء يدي فاول على بوجبا، فاول على ولي الدين خضر، ادي امامنا هو بيلعبها موديبا رقم 17. موديبا قوية جدا، المزدوجة الخلفية المرة دي من اللاعب اللي عامل ازعاج، اللاعب شلويلي. صاحب الهدف امامنا مايلولا، الكرة الخطيرة، عدى بمهارة حلوة خطرة جدا على المهارة من هذا اللاعب. مهارة اللاعب مميز قوي حتى الأمر. مرور 39 دقيقة، ركنيات رأسية مافالا، خطرة مافالا، رأسية مافالا في الدقيقة 39، قلب الدفاع مافالا. جايب هذا افريقيا القادمه ان شاء الله 2023 وبيحييها الضغط العالي. ايمورو حلوه، عبد الرحمن حلوه يا غربال، محمد عبد الرحمن، لكن فرقت كره خطره جدا. كره التعادل، كره كانت لايمورو امامنا عرضيه مثاليه، لكن التايمينج مهم. هنا مارسيلو إليندي، خطير إليندي، لكن دي امامنا مكابي سريع يثبته ويعدي مكابي، لكن طمعوا وقفل عليه كيكانا، وركنيه للهلال.
ضغط للهلال في اكثر من كوره. الكرات الخطيره تستغل. ركنيه امامنا لاعب مايما، عدى مايما، خطير مايما بكل الاساليب. شيلويلي، برافو يا علي، برافو يا علي. لكن ايه الاستلام ده يا جماعه؟ ايه الاستلام ده؟ امامنا اهو شيلويلي، بيتر شيلويلي النميمي بيستلم الراجل ويلف. في اللقطه اللي فاتت لازم يكون في رقابه لصيقه اكتر من كده. جون، لكن ترجع مره ثانيه. تسديده بعيده الكاميروني، تسديده مايما اللي ارتدت الحقيقه من علي ابو 20. شوف بيلعب احمد يحيى في وسط الملعب كلاعب وفي وسط الملعب وبانجا والاخطاء الدفاعيه. لكن رايه المره دي رايه وتسلل. تعالى بقى متسلل بدخول ياسر متزمل. على فكره يعني ظهر في مباراه مدغشقر في البطوله الاخيره المحليين. الاول كان موديبا، المره دي مارسيلو، لكن بعيد. اللي هو الارتكاز الاساسي، لان الشوط الاول ديفيد ايباجنا يعني طبعا لاعب وسط ليس مدافع وصانع العاب، كذلك ايضا اللاعب كبير النهارده. مره ثانيه في الجنب الشمال ليليبو، لكن يبدو هناك رايه وتسلل في الكره اللي امامنا. ادي رايه والتسلل. كره من اللاعب اللي بيحاول، وشيلويلي بقى عايز يدخل بالكره الى داخل المرمى. النميمي شيلويلي عايز يدخل بالكره داخل المرمى. فرصه كبيره جدا في اللقطه اللي فاتت. عليه ايه؟ ضغط قوي من شيلويلي، وفاول بقى. الاخطاء كترت، فاولات مش عايزينها دي، فاولات مش مطلوبه. شوف امامنا هنا الخطا عن طريق مكوينا لاعب مخليزي امامنا اللي بينطلق في هذه الجبهه. خطير اللاعب مايما، التسديده بالشمال ولكن راحت من اللاعب مكوينا الى خارج الملعب. مكوينا في اخطاء هنا. عثمان ديوف لاعب تونجيت اللي انضم يعني للفريق في الى ابو 20. اخطائك يا علي، اخطائك، لكن صحح الخطا. ضغط عليه بيتر شيلويلي. اول من فاز كان الدراويش الاسماعيلي. وادي العرضيه الخطيره. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا ليصلكم كل جديد. السلام عليكم زملاء المعلمين، أهلا ومرحبا بكم في حل التقييمات النهائية الموضوع على منصة التدريب للوزارة. وإليكم حل تقييم الصف الخامس لمادة اللغة العربية. رجاء الدعم بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.